10 ثواني فقط. 10 ثواني أن الجزائر لا تقبل أن تعطى لها دروس، ولا أحد يعطي ودولة دروس. سيادية. لا أحد يعطي الدروس. خليني ما كلمتكش ما قطعتكش. لا تعطى لها دروس ولها من التجربة والخبرة الكافية الآن لاستجابة لكل ما يحمل ضدها، سواء على طريق من حاول تقسيمها عن طريق الدين أو عن طريق العرق أو عن طريق الخزعبلات المصطنعات. الجزائر اليوم الكثير من الدول تريد إقامة علاقات متميزة معها. ليست تلك الجزائر التسعينيات، ليست جزائر نظام كل دول تقدمت. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. مرحبا بكم في هذه القربله اللي في البلاطو. غادي نشوفوا واحد ضيف فرنسي مع كرغولي جزائري كيناقشوا بعد ما حكموا بالسجن على بوعلام صنصال في الجزائر. القضيه عاوتاني ولاش حماضتش، ولكن هذا الضيف الفرنسي شرشم لي الضيف الكرغولي، خلاه كيبان بحال شي دريري صغيور ومقدم برنامج كيقولوا تا طرق وخليه هو يهضر، هو ساكت هو كيعطي على الراس. اصدقاء ديالي لما شاف راسو الجزائري مسكين ما صورش شي حاجه في هذه القضيه، قال لهم ايمانويل ماكرون بوحدو اللي خدا هذا القرار واعترف بالصحراء المغربيه. واش نتوما حتى لهالدرجه راسكم داركم هنا؟ وتهضر على بوعلام صنصار جدك شي صحراء مغربيه؟ واش نتوما هبلتوا ولا واش دوروا تجودوا الصحراء المغربيه؟ راه نتوما والله طالكم الفرخ وشي حاجه سميتها المغرب ديما داخله لكم في الحياه ديالكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اصدقائي ديالي نخليكم تشوفوا القربله وانتم احكموا، عطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. قولوا لي كيف جاكم هذاك الضيف الفرنسي، وانا شميت فيه ريحه حتى مغربت، بالي بحال شي مغربي. المهم اصدقائي ديالي بلا ما نطول عليكم، لايك كيف ديما على بركه الله. نتوقف عند تأييد محكمة الاستئناف في الجزائر عقوبة سجن 5 سنوات بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهم من بينها المساس بالوحدة الوطنية في خضم خلاف دبلوماسي وصف بالخطير بين باريس والجزائر. نتوقف هنا لنسأل عن تداعيات ذلك أيضا على العلاقات المتأزمة بين البلدين. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو كل الترحيب إذن في هذه الحلقة. رئيسة المحكمة تحدثت باللغة الفرنسية إلى صنصال بعد تلاوة الحكم قائلة: لقد تم تأكيد حكم المحكمة الابتدائية. أمامك 8 أيام لتقديم استئناف أمام محكمة النقد، والسؤال لكما: ما تعليقكما على تأكيد هذا الحكم بحق الكاتب بوعلام صنصال بالسجن 5 سنوات في الجزائر؟ دكتور محمد بن خروف، لك الكلمة أولا. أهلا ومرحبا. شكرا. هذا الحكم صدر من محكمة سيادية في مؤسسة سيادية، مؤسسة العدالة في بلد سيادي. لا يمكن لأي أحد أن ينقض حكما من أحكام العدالة. والعدالة لما حكمت في الحكم الابتدائي، لما وجهت له الاتهامات، كانت اتهامات خطيرة جدا، وأبرزتها بأنها خطيرة للوحدة الوطنية، خطيرة للجزائر التي لا تحتاج إلى مثل هذه الخرجات، خاصة من جزائري ولد في الجزائر، تعلم في الجزائر، درس في الجزائر، اشتغل في الجزائر، وصل إلى أكبر المناصب العليا في وزارتي التجارة والصناعة، ويخرج في الأخير بعد كل هذه السنوات بتصريحات خطيرة جدا لم يسبق لأحد أن يصرح بها. ولما تم توقيفه في مطار الجزائر بطرق قانونية لأنه حامل لجواز سفر جزائري، وتم الاستماع إليه والتحقيق معه، وتم إصدار الحكم الأول من المحكمة الابتدائية. النائب العام كان طلب مدة 10 سنوات وتم التخفيف عنها، يعني تم الحكم عليه لمدة 5 سنوات، وتم التوضيح له لإجراءات أو الاستمرار لإجراءات العدالة. الآن هو استمر في هذه الإجراءات. والمحكمة الثانية التي أصدرت الحكم من طرف مجلس قضاء الجزائر الذي أكد الحكم الأول. وقلت في مداخلتك أن القاضية تكلمت معه بالفرنسية. ربما هذا الشخص الجزائري
نسى لغته العربية طيلة ربما نساها طيب. طيلة 70 سنة. هو ليس اللغة الفرنسية طيب. بالحق الذي يمكن أن يستعمله. طيب. وهو نقض هذا الحكم. طيب. له مدة 10 أيام للطعن في هذا أسأل وأرحب من جديد بالدكتور فريد حسني الباحث السياسي نائب عمدة مدينة بانيو. أهلا بك. كيف تابعت أنت هذا الحكم تحديدا؟ ما تعليقك عليه، خاصة أنه لم يزد ولم ينقص عن الحكم الابتدائي، وهل شكل خيبة أمل أم أنه كان متوقعا من وجهة نظرك؟ قبل أن أجيبك الأستاذ حكيم، اسمح لي أن أقول لك عن إحساسي بنوع من المرارة وأنا أستمع إلى باحث يشتغل دون شخصنا، دون شخصنا. ما يهمني هو موقفه ولا شخصه. دون شخصا. طيب لو سمحت. إلى باحث يشتغل في الفكر ويشتغل بالقانون ويشتغل بالسياسة، وأن يقول بأن هذا الحكم عادل وعادي. أنا صدقني، أنا دائما أشعر بنوع من الحرج لما أسمع أن كاتب رأي، صحفي، مفكر، فنان، باحث، فاعل سياسي، فاعل مدني، تمت متابعته بالقانون الجنائي وليس بالقانون المدني، وأنا إنسان قانوني أيضا. إذن أنا أقول لك أقل ما يمكن أن أقوله اليوم هو أنه خابت آمال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، ليس بفرنسا لوحدها. لماذا؟ لأن هذا مفكر، وهذا أيضا رجل دولة، يعني دبر مديرية الصناعة بالجزائر. لما يقول رأيه في مرحلة تاريخية معينة بتدبير ما يسمى ملف الاستعمار والحدود في وقت زمن الاستعمار، ويقول بأنه يعتقد أن هناك خلل معين، يجب التعامل معه بنوع من الفكر، بنوع من القوانين، وبنوع أيضا من قبول هذه الحقيقة التاريخية. وهنا أقولها فقط للتذكير، حتى الاتحاد الإفريقي لما قال يجب أن نرتكز على الحدود التي تركها المستعمر، فهذا السؤال، سؤال الحدود بين الدول الأشقاء، سؤال دائما كان مطروحا وعادي. ولما يأتي مثقف جزائري يطرح هذا على الملأ، أنا أعتقد أنه كان على الدولة الجزائرية التي تتبعه بقانون الإرهاب، بقانون يعني المس بالأمن الوطني، إنما بقانون الصحافة أو قانون الفكر. طيب فقط أنوه لماذا خابت أملنا. لماذا؟ لأننا كنا ننتظر أنه بعدما كان هناك يعني حكم قضائي قاسي 5 سنوات على مفكر، كنا نأمل أن في هذه المرحلة الاستئنافية القضاء الجزائري الذي هو قضاء ذات سيادة ويجب احترام هذه السيادة، وأنا مع هذا جملة وتفصيلا، لكن كنا نأمل أن يتم تخفيف هذه العقوبة، وأن يأخذ هذا القضاء أيضا بالوضعية الصحية لرجل مسن يقارب 80 لرجل مريض. لكن هذا القضاء مرة أخرى ونظرا لظروف سياسية تعرفها جيدا الأستاذ حكيم يؤكد هذا الحكم، وهذا في حد ذاته مخيبا للآمال. ونوه لما ذهبت أو ما نقلته صحيفة القدس العربي، تقول خلال المحاكمة سئل صنصال عن مقابلته الصحفية التي أجراها مع صحيفة فرونتيير اليمينية المتطرفة التي أدلى خلالها بتصريحات حول الحدود الجزائرية لا سيما الغربية منها. أوضح: قلت ببساطة أن الحدود الحالية رسمت من طرف الفرنسيين وهي من مخلفات الاستعمار، وذكرت بأن الاتحاد الإفريقي أقر بعد الاستقلال بضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. أستسمحكما سنعود الحديث، ولكن أود أن نستمع إلى رد فعل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايغو بعد تثبيت هذا الحكم، ونعود. La situation que Boualem Sansal subit. إن الوضع الذي يعيشه بوعلام صنصال وضع يجده الشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية بحق لا يطاق. Insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer. والآن وبعد صدور الحكم بحقه يمكننا أن نتوقع اتخاذ إجراءات تخفيفية، لا سيما تلك التي تراعي صحة مواطننا. Soit prise, et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les. لا أشك بل أعلم أن جميع السلطات التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى الحكومة تعمل في هذا الاتجاه حتى تنتصر الإنسانية في أمر لا يطاق بالنسبة للشعب الفرنسي. Dans une affaire qui est pour les Français insupportable.
إذا رئيس الوزراء الفرنسي أعرب عن أمله في صدور عفو رئاسي يقول إن ما يتعرض له بوعلام صنصال وضع لا يطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية، والآن بعد صدور الحكم يمكننا أن نتصور صدور عفو عنه، لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا الذي كان يتحدث عنها ضيفي أيضا في الاستوديو منذ لحظات الدكتور فريد حسني. وهنا أطرح السؤال: ما هي ملاحظاتك على تصريحات بيرو، وهل تصوره فعلا في محلها دكتور بن خلف؟ قبل ملاحظاتي على تصور أو على تصريحات بيرو، ملاحظاتي على الأخ الكريم، أعتقد أنه يجهل التاريخ أو يتجاهل التاريخ، واحدة من الاثنين، وخاصة أنه منتخب. لا شخصا حدثني عن موقفي. منتخب لا حدثني عن موقفي. يدرك أن القانون وأن العدالة هي لب المسؤولية، وبالتالي لما يقول نحن نأمل، من أنتم تأملون؟ الجزائر مستقلة عنكم، الجزائر مستقلة عن فرنسا. هي لا يمنع لا نوضح الأمور لأنها واضحة كاملة. تأمل فرنسا أو يأمل السياسة فيها. ما عندوش دروس، فرنسا ليست لها دروس أن تعطيها للجزائر، لا في العدالة ولا في الحرية ولا في حرية التعبير وما إلى ذلك. ثانيا، إذا كنت تتحدث على هذا المنوال، أنا أنطرح لك سؤال: أين هو المهدي بن بركة؟ لا لست أنت علامة استفهام. إذا لا نتحدث عنها. دكتور بن خروف، أنا أتحدث عن تسمحك لحظة واحدة عن شخصية. لحظة واحدة. نعم. إذا سمحت لي نعود إلى هدوءنا بهدوء. إنه يعني بيكون هدوء، حتى الخلاف لا يفسد للود قضية. يعني حتى نعود إلى هدوءنا. طيب، لما قال نحن نأمل، نحن نأمل، هذا حقه، وهذا يدخل ضمن الفرنسيين. أنا أأمل أيضا أن تتحسن العلاقات الفرنسية الجزائرية، أأمل أيضا، الكل يأمل أن تتحسن العلاقات الجزائرية المغربية، الكل يأمل. يعني لا يمكنك أتكلم فيه، يعني حتى نكون معليش، ولكن حتى نكون عقلانيين. هذه حرية التعبير وأنا أكفلها له وأكفل لك الاحترام لك ولضيفك. أرجوك ندخل في صلب الموضوع. ثانيا ندخل في صلب الموضوع. أنا قلت أن السيد هذا كان جزائريا حتى قبل سنة الآن، وهو جزائري وله جواز سفر دبلوماسي يتنقل أينما شاء، وهو القائد الأكبر في وزارة الصناعة ووزارة التجارة، وهو الذي كان الوسيط بين فرنسا والجزائر في التعاملات التي لا نعرفها والتي سوف تكتشفها العدالة. هذا مرحلة ثانية من العدالة. أرجوك. الجزء الثاني أن الجزائر احترمت ما تم الاتفاق عليه دوليا، وهناك اتفاقية 1974 ممضية بين الجزائر وفرنسا لحل هذه المشاكل التي تطرأ بين البلدين، وهذه بقيت درج الأدراج في الآلاف بل المئات من الجزائريين الذين لم يستفيدوا من حقهم في الدفاع عن نفسهم. إذن أرادوا أن يجعلوا من شخصية بوعلام صنصال شخصية ثقافية بارزة، من خلالها يريدون أن يشككوا في العدالة الجزائرية. أختم بهذا: أن تصريح بوعلام صنصال أتى بعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعبر فيه عن رأيه الخاص بمغربية الصحراء، وهذا مخالفا للدستور الفرنسي، مخالفا للقانون الفرنسي وللرأي الفرنسي. ومن وجهة نظرك تفضل، لك الكلمة. شكرا للأستاذ حكيم، وشكرا لكونك كفلت لي حق الرأي وحق الرد. أقول عندما قلت نحن نأمل، لم أقل نحن الفرنسيين، ولم نقل نحن المغربيين، ولم نقل نحن المغاربة. قلت نحن كل من لديه هم حقوق الإنسان، كل من يعتبر أن محاكمة مفكر هي في حدها خرق للحرية التعبير وحرية الرأي. إذن كل مقتنع، ولهذا بدأت في الأول أنه الأستاذ كمفكر. لا سيدي لم أقاطعك. أنا أحترم المسير ولم أقاطعك. لم أقاطعك بجدية تامة. أرجوك يكمل فكرته وأعطيك الكلمة. أرجوك. شكرا الأستاذ حكيم. إذن هذا هو الجوهر، هو جوهر حرية الرأي وهذا الجوهر مكفول بالمواثيق الدولية سيدي، مكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مكفول بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. عندما يكون باحث ويضرب هذا كله بالحائط، صدقني أنا أشعر بنوع من الخجل. أنا أتحدث عن موقفه وآرائه. وموقفي هو
سألني ما رأيي في المهدي بن بركة، الشهيد المهدي بن بركة. أنا واحد من لا زالوا يطالبون بإظهار كل الحقيقة. وهنا للمستمع الكريم وأعود لنفس الموقف. لما قلت نحن أيضا قلت لأن هناك كتاب كبار ومن بينهم الكاتب الجزائري ياسمين بن خضراء، وليس اسمه الحقيقي، هذا هو الكتاب ياسمين. إذن هؤلاء الكتاب الجزائريين والعرب والفرنسيين والفنانين كلهم يطلبون بإطلاق سراح هذا الكاتب. نقطة النظام، عود إلى صلب الموضوع. تصريحات بايرو كيف قرأتها، وهل تصوره في محله في ربما أعتقد أن ليس بايرو فقط أو العفو، ليس بايرو فقط، بل كل الأطراف التي ذهبت تؤجج من هذه القضية وتجعل منها قضية استفزاز للجزائر أنهم أخطأوا في ذلك. والدليل على ذلك أن من بين السياسيين الفرنسيين سواء كانوا نخبة فرنسية منتخبين فرنسيين أدركوا بأن التصريحات مثل هذه التصريحات أضرت بفرنسا أكثر. نعم أجيبك عنها. أن تصريح بايرو تصور صدور عفو لا سيما بالنظر إلى صحة مواطنينا. وسؤالي بشكل واضح، ملاحظاتك على تصريحاتك، وهل تصوره هذا في محله؟ بمعنى أعتقد أن بايرو من الأحرى عليه أن يهتم بمشاكل الفرنسيين قبل أن يهتم بمشاكل غير الفرنسيين. بعض المسلسل الفرنسي يعتبر هذا، لكنه كان جزائريا طيب. من بين القضايا التي عرضت على فرنسا 51 حالة إحالة جزائريين للقضاء الجزائري ورفضت فرنسا تسليمهم. طيب. من بين العلاقات ليس فقط بعلم سنسال ربما هي القطرة التي يريدون أن يفيضوا بها الكأس. طيب. وأن الجزائر دائما ترفض الانسياق لأوامر فرنسا. هذه هي الحقيقة. سألتك سؤالا بشأن هذا العفو الرئاسي المحتمل، ولكن كنت أود أن تكون هناك إجابة واضحة بهذا الشأن. وهنا أطرح عليك السؤال، الرئيس نفسه لا يمكن أن أقول أنا أجزم بأن الرئيس عبد المجيد تبون يصدر عفو على. أطلب منك أن تجزم. أعطيني حقي أستاذ حكيم. أنا أعتقد أن ولو أنني أنا يساري، أنا من حزب الخضر، أنا لا أشاطر هذه الحكومة، ومتفق مع الأستاذ أن خطابات السيد وزير الداخلية برونو غوتايو أججت الأزمة بين الدولة الجزائرية الشقيقة التي نعشقها ونحترمها ونتمنى لها كل خير وبين فرنسا. ونحن في حزب الخضر كنا دائما نقولها بصوت مرتفع على هذه المشاكل أن يدبرها رجال الدبلوماسية وليس رجال الداخلية. إلا أن هذا لا يمنع أننا نعتقد، وهذا موقف أيضا الحزب الذي أنتمي إليه، أن هذا مفكر لا يجب نهائيا متابعته بالقانون الجنائي، ويجب أخذ الاعتبار لوضعه الصحي، لوضعه لكونه متقدم في السن. لهذا أنا واحد أيضا، وأنا أقولها، أنا إنسان قبل أن تكون لدي أي جنسية ولكن حامل لأفكار. أنا أيضا واحد من يتمنون ويرجون من الرئيس طبون أن يعفي على هذا الرجل طبقا للمادة 91 من الدستور الجزائري التي تخول صلاحية العفو للرئيس الجزائري. أن هذا وارد؟ أعتقد أنه وارد. وفي أي آجال البعض يتحدث عن عيد الاستقلال في الجزائر السبت المقبل في 5 من يوليو. هذا ما أأمله. لماذا؟ لأن صدقني هذا المشكل يجعل الدولة الجزائرية، حكام الجزائر في وضع حرج، وأيضا يجعل الدولة الفرنسية لأنه جزائري ولكن أيضا فرنسي يدافعون على مواطن مزدوج الجنسية. لهذا أتمنى بصدق أن يتحقق هذا في عيد الاستقلال المقبل للدولة الجزائرية. دكتور محمد بن خروف، كثيرون يقولون أن هذه الأزمة بين فرنسا والجزائر طالت كثيرا وحان الوقت لوضع حد لهذه الأزمة، ويعتبرون أن المدخل الرئيسي لحلحلة هذه الأزمة ولرأب الصدع بين البلدين هو فعلا الاستجابة لهذا المطلب بالعفو الرئاسي على بعلم سنسال. هل هذا الأمر وارد؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ أشاطرك الرأي حينما تقول أن العلاقات الجزائرية الفرنسية في أدنى مستوى لها، وأنها متأججة، وأنها يمكن أن تكون في أفضل حال وفي أحسن الأحوال، ليس فقط بين البلدين الذين لهما تاريخ مشترك ولديهم جالية مشتركة ولديه فراسة شراكة قيمة جدا. الدولتين قالها
الرئيس عبد المجيد تبون الجزائر دولة محورية في الضفة الجنوبية المتوسط، وفرنسا دولة محورية في الشمال المتوسط، لكن ليس على حساب القيم والمبادئ. هذا ما لا تقبله الجزائر، السيادية. هذا هو الفرق. الآن من الذي أجج هذه العلاقات؟ أجج هذه العلاقات مسؤولون فرنسيون ليست لهم علاقة بالجزائر إلا بس اسمحك، كم من حلقة خصصناها لهذا الأمر؟ حدثني عن اليوم. الآن لا يمكن، وأنا نعطيها لك رسمي. أنت تحب تقول يعني هل يمكن الإفراج عن هل هو المدخل؟ لا، هناك العديد من المشاكل بين البلدين والعودة بالدبلوماسية. هل الإفراج عنه كفيل برأب الصدع بين البلدين؟ هذا هو سؤالي، أم أنه ربما الأمر معقد بشكل كبير؟ أمور معقدة ليست. قلت منذ قليل أن بوعلام سنصال هي القطرة التي أفاضت الكأس، ليس بوعلام سنصال فقط. بإمكان العلاقات الجزائرية الفرنسية أن تتحسن، لكن بالطرق الدبلوماسية والطرق القانونية والطرق المتعارف بين البلدين، وليس بالعاطفة. الاتفاقيات لا تبنى بالعاطفة، والسيد يدرك هذا جيدا. إذن لا يمكن إرضاء فرنسا بإطلاق سراح بوعلام سنصال الذي أكن احترام لكل المثقفين، لكن آراءه بالنسبة للجزائر مستفزة، ليس للجزائر الدولة السيادية بل لكل الجزائريين. بحقه لسنا نعرف هل سيتم الطعن في هذا الحكم. هناك على الجزائريين أكثر منه. لا نعرف إذا كان سيتم الطعن في هذا الحكم، لا نعرف أيضا إذا كان سيتم العفو رئاسيا عنه أو لا. تلك نقاط استفهام، ولكن أطرح عليك نفس السؤال. أتمنى ذلك. أتمنى، لأن هذه ملف من الملفات الشائكة، وأنا أعتقد أن من الملفات الشائكة التي طرحت في خضم هذه الأزمة، والتي الكل يعرفها، وهذا أمر واضح، يعني أتت مباشرة بعد اعتراف فرنسا بالصحراء المغربية. الشيء حتى في تصريحات الضيف أنه فما تنوع من الغضب أيضا حين يتحدث، يعود ربما لهذا السبب. أنا سأقولها، وأنا لا أخجل من قول الحق ولا أخجل من الدفاع عن أفكاري. أنا أقولها. إذا تأججت بعد هذا الاعتراف، نحن على الأقل نعتقد أن هذا الملف طوي المغرب في صحرائه، وعلى الدولة الجزائرية الشقيقة التي نتمنى لها كل الحب وكل التقدير وكل الرخاء وكل الرفاهية أن تقبل بهذه الحقيقة، وأن ندخل في مسار آخر، مسار بناء الجزائر على ذلك. أنا متأكد لأن التاريخ والمستقبل ليس أمامه إلا هذا الطريق، طريق التوافق، طريق الجلوس على الطاولة، طريق البحث في كيفية إسعاد المواطنين في المنطقة. لما أقول المواطنين، الجزائر دولة غنية، المغرب دولة غنية، يجب على هاتين الدولتين أن يجلس على طاولة الحوار من أجل بناء مستقبل زاهر لشعوبهما. لأعود لفرنسا، فرنسا أيضا لديها مصالح كبرى في الجزائر وفي المغرب كما قلت. إذن فرنسا وللجزائر مصالح، وأنا أقولها فرنسا هددت بملفات قاسية جدا، هددت بإعادة النظر، وأنا ضد هذا التهديد أنا ضد بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة، بإعادة النظر في إمكانية الوصول إلى التراب الفرنسي فقط بالجواز الدبلوماسي، ونحن نعرف من يستفيد من هذا الجواز الدبلوماسي في الجزائر. وهددت بأكثر، وهذا ما أرعب لا سيدي، وهذا ما أرعبهم، هو ما يسمى أبدت. لكن لما قالت سنعلن على الحسابات البنكية وعلى الممتلكات إلى غير ذلك، هذه أشياء التي أصبحت صعبة، ولهذا أعتقد أننا سندخل في هذا المسار، مسار التفاوض والعمل الدبلوماسي. 10 ثواني دكتور بن خلوصي، 10 ثواني فقط. 10 ثواني. أن الجزائر لا تقبل أن تعطى لها دروس، ولا أحد والدولة السيادية لا يعطي الدروس. خليني ما كلمتكش ما قطعتكش. لا تعطى لها دروس، ولها من التجربة والخبرة الكافية الآن لاستجابة لكل ما يحمل ضدها، سواء على طريق من حاول تقسيمها عن طريق الدين أو عن طريق العرق أو عن طريق الخزعبلات المصطنعة. الجزائر اليوم الكثير من الدول يريد إقامة علاقات متميزة معها، ليست تلك الجزائر التسعينيات، ليست جزائر نظام كل دول تقدمت. أصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذه القربله. كيف جاكم هذا الفرنسي هذا؟ كيفاش خرج بهذيك الصلعه ديالو في الجزائري، خلاه مسكين كيبرد على قلبه؟
قال لك الصحراء المغربيه اعترف بها ايمانويل ماكرون بوحدو، حتى مقدم البرنامج قال له هذا الكلام هذا خاص ديالك بوحدك انت ماشي ديال الدوله. المهم اصدقائي ديالي خلاصه القول، كنتمنى تكونوا استمتعتوا. الناس اللي مازال ما داروش لنا لايك كيف ديما حركوا لنا داك اللايك، بارطاجيو لنا الفيديو الماكسيموم. الناس اللي ما مشتركينش اشتركوا في القناه، فعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.